عارف مقولة جمهور الزمالك ليه الجنة دي طالعة ليه؟ مش طالعة من فراغ، يعني اشمعنى هو كجمهور في العالم اللي ليه الجنة؟ لو قعدت درست الموضوع فعلا ليه الجنة. يعني هو عايش على الأرض أهو، قبل ما يروح الجنة عايش على الأرض بيتحرق دمه من فريقه، قولونه بايظ وضغطه وسكر وكل حاجة عنده بايظة. ماشي يا عم، ده فريقه، ما مضطر هيعمل ايه؟ ويتحرق دمه من الفريق المنافس. طب هو مركز ليه اصلا لا، هو مش مركز مع الفريق المنافس، يعني ما فيش فريقه خالص اهو. يبص يلاقي فريق المنافس بيلعب ولاعيبته رجاله، يتحرق دمه اكتر عشان لاعيبه ناديه مش رجاله. يبص يلاقي بيكسبوا واحد واثنين وثلاثه، عندهم حميه وروح، يتحرق دمه اكتر عشان لاعيبته اللي بيشجعها ما عندهاش حميه وروح. يعني قاعد بيتحرق دمه في الهزايم مع فرقته، وقاعد بيتحرق دمه لما الفرقه التانيه بتكسب علشان ما بيلاقيش ده في فرقته. قولونه بايظ 24 ساعه، سكره عالي 24 ساعه، ضغطه بوم في النافوخ 24 ساعه. يروح فين؟ ما هو ده مشجع ليه الجنه، ليه الجنه. يبقى هي مش طالعه من فراغ، ده واحد تعبان من كل الجهات. انا زملكاوي بقول لك تعبان من كل ناحيه، يعني فريقي مش موجود، ببص الاقي حاجات تانية بتحرق دمي في فريقي اللي هو اصلا مش موجود. فاهمني؟